شتمتين، الاولى كفر والتانية من اكبر الكبائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي يا لمبي، للاسف وفي زماننا ده كتير من الشباب منتشر على لسانهم الشتيمة، ولاد وبنات، والامر كانه كده روش، وانه بيخليك جامد وليك لازمة وقيمة في وسط الناس. ودي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في احاديث كتيرة، وقال ان الشتيمة دي مصيبة. قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. انتم متخيلين؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. اللي بيشتم الشتام اللي لسانه راح جاي بشتيمه كده ده ما يبقاش مؤمن اصلا. ولكن على قد ما المصيبه في الشتيمه، لكن في شتيمتين مصيبه اكبر بكتير من غيرهم، والاولى منهم كفر، وهي سب الدين والعياذ بالله. ناس كتير بتستهين بالموضوع ده، يلعن دين يلعن دين، والامر ماشي على لسانهم عاد، وهي قوله كفر، ولو عارف كده وبيقولها قاصد ومصمم عليها يقع في الكفر والعياذ بالله. يا امير ما تنفرش، بنهزر. قال سبحانه وتعالى: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما فيهاش هزار دي، ما فيهاش ضحك. وسامعك بتقول يا أمير أنا ما بقولش يلعن دين كذا، لا أنا بقول دين كذا على طول. يعني أنا صاحبي ضايقني ولا حاجة بقول له يا أخي دين أهلك دين أمك كده، يعني من غير ما أقول يلعن. وسامعك أنت كمان وأنت بتقول لي بص هو الصراحة بقول يلعن، بس بقول يلعن دي، قال يعني كده خلاص عدينا وما فيش مشكلة. طب يا سيدي اسمع بنفسك فتوى دار الإفتاء المصرية. يجري على ألسنة بعض الفساق عبارة سب الدين، وذلك ردة وكفر لها حكمه. واحيانا يقول الشخص يلعن ديك امه، وحكمه انه اذا كانت نيته سب الدين ولكن يتستر بلفظ الديك حتى لا يؤاخذه احد عليه، فهو مرتد عند الله سبحانه. يبقى الرك هنا على ايه؟ على النية. فنيتك وانت بتقول دين من غير يلعن، ونيتك وانت بتقول يلعن ديك لو كانت سب دين فانت وقعت في نفس الحكم. حلو تهت وليناها، انا بقى نيتي مش سب دين. حلو كده يا عم امير؟ اقول لك لا مش حلو. انت كده كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. معود لسانك على حاجة، لو مرة غلطت سواء في لفظك او في نيتك وقعت في حكم كفر والعياذ بالله. اوعى لسانك ينطق بيها. اما الشتيمه الثانيه فهي من اكبر الكبائر، وهي انك تسب اباك وامك. هتقول لي الحمد لله انا عمري ما بعملها، هقول لك لا اصبر، انت بتعملها وانت مش عارف. قال صلى الله عليه وسلم: ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ مستحيله دي، انا ما بشتمش ابويا وامي. قال صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه. انت جيت قلت الواحد يا ابن كذا، هيرد عليك يقول لك يا ابن كذا وكذا. يبقى مين اللي جاب الشتيمه لابوه وامه؟ انت. ففي الحاله دي انت وقعت في الحكم ده، وكانك شتمت ابوك وامك. وده النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه من اكبر الكبائر. مصيبه ما بعدها مصيبه. وانا مش هكذب عليكم والله، انا ساعات ببقى سامع شتايم ما بين الشباب، ببقى نفسي اوقف الشاب اقول له انت امك كده، يعني الواد قال على امك حاجه دلوقتي، انت امك كده، ابوك كده، انت قادر تسمعها بودنك وساكت ازاي؟ فلا بهزار ولا بجد، يا اما وبايدك تقع في كفر او في اكبر الكبائر والعياذ بالله. اللهم بلغت اللهم فشل. تمام. والى هنا ايها الاحباب انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. ما تمشيش بقى، لايك الفيديو، لايك صفحه الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، وفولو على الانستجرام. وصلت لغايه هنا سير في الخير والدال على خير كفاله. اما الدعم على باتريون فاللينك في اول كومنت على الفيسبوك او الكومنت على اليوتيوب في الديسكربشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله، اشوفكم بكره باذن الله. تابعوا هاشتاج الساعه 7 كل فيديوهات. كان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.